يا مساء الجمال وراحة البال على أحلى وأجمل متابعين في الدنيا. تعالوا نعمل النهاردة أكلات عظمة جدا والنور هيقطع علينا في النص. تعالوا نشوف هنعمل ايه. معايا كده فرخية حلوة كده حشو يعني، ومعايا حمام هنضفه كده كويس، وانا وبنضفه للأسف الشديد النور هيقطع عليا، وهضطر اوقف تصوير وارجع لكم تاني بعد ما النور يرجع. هنا بنضف القنصة وبنضف قلب الفرخة وبنضف الكبدة وبنضف كده تحت الجناحات لو في اي ريش، لو في اي مزلقة في الفرخة. بصي يعني في احيانا ساعات الزور بيكون موجود في الرقبة بتشيليه، اي زفارة الحتة اللي هي المفروض بتبقى في الورك اللي كنا زمان يفتكروها ان هي كبدة، هي مش كبدة. انا بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده عشان لو واحدة لسه متجوزة جديد ومش عارفة ايه اللي بيتشال من الفرخة، بتشيلي كل حاجة. بصي عينك ما تحبهاش، اي حاجه عينيكي مش حباها فيها بتشيليها. هنا كنت تبلت الفراخ بقى والحمام، حطيته في ملح وليمون وجنزبيل وميه، والملوخيه بتاعتي برضو غسلتها ونقعتها في خل. هنا كده حضرت الحلل بتاعتي، وهنا هعمل الخلطه بتاعت الحشو بتاعت عذرا بتاعت الفرخه والحمام بتاعي. هعمل فرخه محشيه وحمام محشي، تمام. وهنعمل احلى سفرة لاحلى عزومة لاحلى رمضان لاحلى اي حاجة يعني اللي انت تحبيها. المهم ان انت هتعملي سفرة جامدة. المهم هنا كانت البقليلة لسه كانت مبقللة فهتلاقوها ظاهرة معانا في الفيديو. اعملوا نفسكم مش شايفينها، خلاص احنا فقسنا يا جماعة. ماشي. وهنا جبت معلقة سمنة بلدي كده، شوحت فيها الكبد بتاعتي، وعلى النار التانية كنت حاطة القوانص والقلب يغلي، تمام. وهنا نزلت كده بكوبايتين من الرز علشان احشي بيهم. وهحط شوية فلفل اسود وشوية ملح، وهحط نص كمية المية اللي المفروض الرز يستوي فيها. مش هحط كمية المية كلها، عشان انا عايزة الرز بتاعي يكون مستوي نص سوا، مش عايزاه يكون مستوي سوا كامل. لو حطيتيه مش مستوي اصلا مش هيستوي في الفرخة هتستوي او الحمام هيستوي، والرز بتاعك هيكون لسه ما استواش. انما لما تسويه نص سوا هيستوي مع الفرخة بتاعتك او مع الحمام بتاعك. وهنا بجيب مية عشان احضر مية السلق للفراخ والحمام. هحط حلة لوحديها وحلة لوحديها، حلة لوحديها للحمام وحلة لوحديها للفراخ. ليه انا عملت كده؟ عشان بصراحة شوربة الحمام بتبقى كده حلوة كده، وهستخدمها في الملوخية وكده هو والاكل بتاعي هنشوف مع بعض. وشوربة الفرخة ممكن اعمل بيها الشوربة لسان عصفور يعني، وممكن استغنى عنيها. فهنشوف مع بعض هنعمل ايه. كده زودت مية كده في الحلتين، وهسيبهم على نار هادية خالص لغاية لما اخلص. وهنا معايا بصل بقطعه كده، انا عمالة اجهز في الحشو في الاكل بتاعي واحدة واحدة كل شوية بخلص حاجة. هنا عملت بصل كتير علشان هعمل منه كذا وصفة، هنشوف مع بعضينا. اول حاجه كده بنضف كده البصل بتاعي، وما حبيتش اطول عليكم. وهنا كنت خلاص قشرته وشلت القشر رميته، وهاخد البصل اغسله واعمله في الكبه بتاعتي. كبه الهاند بلندر بصراحه كانت يعني ما بستغناش عنها. بغسل البصل بتاعي وهاجي احطه في الكبه على طول، وهنزل بيه في حله بتاعت هعمل هعمل بسلة. يبقى هعمل شوربة وهعمل بسلة وهعمل ملوخية وهعمل فراخ وهعمل حمام. ده كده السفرة كانت بتاعتي. هنا كده الرز بتاع الحشو بتاعي خلاص استوى، هناخده ونحشي. بس طبعا لما هنحط البصل هنا لما قلت لكم هنعمل كذا حاجه بالبصل، انا كنت هحط بصل في الشوربه. طبعا حطيت لوري وحبهان وتوابل اللي هي بتاعه الفراخ اللي هي 7 بهارات، هحط منها برضو للحمام، تمام. فلفل اسود وكزبرة ولوري وحبهان والبهارات التانية، وحطيت البصلاية. وهحط جزر كمان بيشيل الزفارة يا جماعة، تحفة، بيخلي الشوربة حرفيا تحفة، تاكليها كده وانتي مغمضة، تمام. بس وهنا حطيت البصلة بتاعتي، حطيت لها معلقة من السمنة البلدي ومعلقة برضو من الزيت يعني، ومش معلقة، هو بالنظر وعلى حسب ما انتي هتستخدمي على حسب اللي انتي هتستهلكيه. وبدأت كده احمر البصلاية. هنا كنت اهو قشرت الجزر ورميته في الحلة وعلى نار هادية كده، وهغطي الحلل بتاعتي وهسيبها. والبصلة بتاعتي هوطي برضو عليها علشان انا يعني فاهميني بعمل تجهيزات واحدة واحدة. هنا هعمل رز معمر. هنا بقول لكم معايا كوبايتين من الرز مغسولين كويس قوي، هنزل عليهم بكوبايتين من المية
بصي نفس مقدار الرز بحطه ميه، نفس مقدار الرز بحطه ميه. هنا بملح الملح بتاعي، وطبعا هنا بصوا اهو، ادي كوبايه ميه وادي الكوبايه التانية. تمام. وبعد كده الباقي، دي كانت ايه، الكوبايه الاولانيه ما كانتش كامله فكنت بكملها. هنا برضو كنت كده بقلب الرز بتاعي من الملح بطلعه. اللهم صل على سيدنا محمد. وشايفين الجزء الفاضي كده من الطاجن بتاعي ده، هنزل فيه باللبن بقى، كوباية لبن او حسب يعني ما الطاجن ياخد عندي. ممكن انا اكمل بعد كده تاني لبن تاني، لان اللبن ده يا جماعة بيدي طعم للرز انما مش بيخلي الرز يستوي. المية اللي احنا حطيناها هي اللي بتخلي الرز يستوي، انما اللبن اللي احنا لسه بنحطه ده دلوقتي ده مش هيخلي الرز بتاعي يستوي، ده هيديني طعم حلو قوي. كمان هحط قشطة على الوش كده. كان اللبن كان فيه قشطة، هيديني بقى شكل تحفة ما اقولكوش. وهسيب بقى كده الرز على جنب يتشرب كده من اللبن وياخد طعم اللبن لغاية لما ايه اخلص كده الحاجات بتاعتي الوصفات بتاعتي، وكله هيطلع مع بعضه بإذن الله. هنا كانت البصلة اصفرت فهنزل بيها بالبسلة والجزر، اشوحهم كده مع البصلة، اشوحهم تشويحتين. وبعدين انا كنت هستنى بصراحة الشوربة، فهروح احشي بعد ما اشوحهم تشويحتين، هطفي عليهم وهحشي هنا الحمام والفرخة معاكم. وبعد كده هحطهم بقى يتسلقوا، وبعد كده هاخد من الشوربة بتاعتهم اكمل الاكل. تمام كده، تمام ان شاء الله بإذن الله. هنا بحشي الحمامة، وطبعا يعني بصوا انا اي حاجة مثلا كده زولتني فكنت بشيلها. تمام. موسوسة انا شويتين، شايفين ايديا كانت محروقة خالص كده ملناش دعوة بيها. بس وهبدأ كده ادخل الرز في كل جسم الحمامية، وفي نفس الوقت مش هكبسها عشان اولا الحمامة بتاعتي ما تطرشقش مني في السوا في السلق، وثانيا علشان ادي مساحة للرز ينفش فيه، وثالثا علشان الحمامية بتاعتي برضو ما يكونش شكلها مش حلو. خلاص انا هحط بس مش هخليه متكبس جواه، هديله نفسه يتنفس فيه ويستوي ويبقى طعمه حلو. تمام. ممكن تزودي كمان رشة فلفل اسود على الرز ده لما انتي بتحشي كده. طبعا الرز ده فيه كبد وقوانص وقلوب و وكده هو، وبحشي بيه وبحطه للحشو ده كله، الكبد والقوانص الحاجات دي كلها بحطها جوه الفرخة او جوه الحمامية. تمام اهو. بصوا بقى كده بجيب زورها كده واقعد ايه احشي كده. حشيت من تحت وحشيت من تحت الجلد. خلاص سبت بعد كده قفلت الرجلين عملتهم اهو اكس كده زي ما انتم شايفين، وبعد كده مسكت الزور وبدأت احشي في الرز. تمام كده ان شاء الله يكون تمام بإذن الله. ونفس الخطوات انا هعملها في الفرخة. نصلي على النبي وندعي كده لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم نصر اتعجب له اهل الارض واهل السماء يا رب، اللهم امين يا رب. انصرهم وامن روعهم يا رب، اللهم امين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ندعي لهم كتير، ندعي لهم كتير يا جماعة بالله. ونشوف الفيديو بتاعنا هنكمل نعمل ايه. خلاص خلصت الحمامية، هعمل كمان الفرخة معاكم. وبرضو زي ما قلت لكم مش هخليها مليانة قوي عشان ادي الرز مساحته، ومش هكبسها، وعشان يستوي وعشان كل حاجة. تمام. وهبدأ احشيها برضو من فوق زي ما قلت لكم بالظبط. بس كده وخلاص. بعد كده هسيب يعني الحمامات التانية مش هحشيها معاكم، هحشيها لاني ما فيهاش فكرة جديدة. طبعا انا مسرعه لكم الفيديو عشان الفيديو ما يطولش عليكم، لكن اهم حاجة ان تكون الخطوات بالنسبة لي باينة. عايزة اعرف برضو رأيكم. طبعا انا مش محتاجة افكركم ان كنتوا تعملوا لي لايك للفيديو، وتنزلوا تعملوا اشتراك في القناة. لو انتي اول مرة بتشوفيني بتمنى تعملي لي سبسكرايب للقناة عشان توصلك كل فيديوهاتي وكل وصفاتي. كده نزلت الفرخة في المية كانت غلت، ونزلت الحمامتين. تمام. وهنا هعمل شوربة لسان عصفور برضو. نزلت كده بحبة من لسان العصفور، وهنزل عليهم بمعلقة سمنة بلدي، وهشوح كده اللسان عصفور كده مع السمنة لغاية لما ياخد لون حلو قوي كده.
وبعدين انا في المرحله دي ما بنزلش بالشوربه على طول. انا اول حاجه بنزل مثلا بكوبايه من الميه، اخلي اللسان عصفور يغلي فيها، وبعد كده ابدا ازود له الشوربه بتاعته، لاني لو حطيتي له الشوربه بتاعته من اول ما بيستوي هيشربها، وممكن انتي ما يبقاش عندك شوربه تاني. عشان تاخدي طعم حلو للسان عصفور خليه يستوي في الميه واديله بعد كده الشوربه، هتلاقي الطعم معاكي مختلف تمام. جربي وان شاء الله باذن الله هيعجبك الطريقه، وهستنى رايك فيها، وهتقولي لي اذا كانت يعني عجبتك ولا ايه في الكومنت. هستنى تعليقاتك. زي ما انتوا شايفين كده ببدأ احمر فيه وطبعا بقلبه كل شوية عشان مفيش حد واحدة تتحمر وواحدة لا. وبعد كده زي ما وصلت اللون الحلو ده كده نزلت عليه بكوباية مية زي ما قلت لكم، وهغطي عليه واسيبه يغلي مع بعض. هنا كانت الحاجات خلاص استوت مني ومش عارفة فين المقطع ده راح. وطبعا انا البسلة لازم احط لها شوربة واسيبها تغلي غلوتين، بحس ان هي بدأت تدخل في السوا ابدأ احط لها الطماطم بتاعتها، وحطيت بابريكا وكزبرة وفلفل اسود وطبعا ملح او ماجي. وطبعا الملوخية برضو كنت حاطه لها الشوربة بتاعتها، ولسان عصفور كنت خلاص، لا لسه لسان عصفور لسه هزود له شوربة. وكنت بعمل طشة الملوخية بس للأسف هي مش باينة معايا. وكانت وكنت دخلت الرز اهو بدأت ازود شوربة وحطيت ملح. تمام. طبعا هي الشوربة فيها بهاراتها، فما حبيتش ان انا ازود بهارات تاني. شايفين الملوخية لونها جميل ازاي. احط لها شوية كربوناتو، وبعد كده هنزل بالطشة. وهنا مش عارفة كنت بحط ايه في البسلة، لا كنت بشوفها غلت ولا لا. تمام. بصوا يا سيدي على الطشة وجمال الطشة. شايفين الملوخية جميلة ومستقطة، وبصي احلى ملوخية تاكليها اصلا والله. حطيت لها الملح والماجي بتاعتها والكزبرة، طبعا كنت حطها على التوم وهديها لسه تسخينة كده شوية. وهنا البسلة كانت خلاص، والملوخية خلاص، ولسان عصفور خلاص، والرز كان في الفرن. هنا بقى عملت حاجة ممكن تستبدليها ببودرة زعفران، يعني مثلا ممكن تحطي ملح وكزبرة وفلفل اسود وكاري وبابريكا وشطة وعلى الزعفران، وتدهني بيه الفراخ بتاعتك والحمام وتدخليه الفرن بدل الطماطم. بدل ما تاخدي معلقة كده من الطماطم تعملي نفس الخطوات لكن ببودرة الزعفران، هتديكي لون حلو قوي للفرخة بتاعتك والحمام. شايفين لون عظمة ازاي. كمان لسه لما تاخد الوش في الفرن صدقوني هتختلف تماما. هوريكم النتيجة يا سيدي يا سيدي. لا لازم تدوني واحدة يا سيدي في الكومنتات على النتيجة الروعة دي. شايفين سلطة بقى ورز معمر وشوربة وبسلة وملوخية. بصوا يعني حاجة في منتهى الجمال، تستاهل ان انتوا تحطوا لي لايك. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. سيبكم في امان الله واشوفكم في فيديو جديد. طبعا دي كده الفرخة بتاعتي والحمام، شايفين لونهم حلو قوي ازاي. عذرا. سيبكم في امان الله وفيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.